بسم الله. طريقة استعمال سهلة. كوب ديال الماء غدير فيه ملعقة صغيرة، حنا درنا بالبوشونة ولكن معليش حيت ما حاضراش معنا الملعقة الصغيرة. ملعقة صغيرة في كوب ديال الماء قبل الوجبات، قبل الغداء وقبل العشاء، وتقدر تاخذو 3 مرات في اليوم، قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء إلا كانت عندك السمنة المفرطة بزاف. أفضل حل، أحسن حل للناس اللي باغيه تخلص من الوزن الزائد سواء كانت امراه او رجل، احسن حل هو خل التين الشوكي. الناس اللي عندهم الكرش خارجه امراه او رجل، احسن حل خل التين الشوكي، كيبقى احسن حل. وزمان العلم دابا هذا قراو عليه وعرفوا الفوائد ديالو، راه مزيان حتى الناس اللي عندهم لي غاز، عندهم الغاز في المصران كيتنفخ، هاد خل التين الشوكي ما كيخليش لينا داك الغاز في المصران. مزيان حتى الناس اللي ما عندهمش يعني عندهم مشكل في الهضم، مزيان كذلك للناس اللي عندهم الجراثيم، عندهم جرثومة المعدة، عندهم الأمعاء خاصها نيطوياج. هذا راه التخلص من السموم، كيساعدك على الهضم، التخلص من غازات البطن كذلك. ومني كتستعمل هاد المنتوج ديال خل التين الشوكي دائما كيكون عندك واحد الإحساس بالشبع. علاش؟ هو خاصو يتخاد قبل الوجبة، ولا خديتيه غتاخذو قبل بواحد نصف ساعه، غادي يعطيك واحد الاحساس تحس براسك شبعان. تواظب عليه يوميا غادي تشوف النتيجه في اقرب وقت، لا بالنسبه للناس اللي باغيه تنقص من الوزن في الجسم كامل، لا بالنسبه للناس اللي عندهم غير الكرش خارجه. خل التين الشوكي معروف عالميا، عندنا فيه ديال البلاد اللي هو هذا، ها هو استعملناه امامكم، وكاين عندنا ديال الجزائر نفس الجودة، وانا جربتهم بجوج وخداوهم عندي الناس بجوج، نفس الجودة نفس الكاليتي. وكيف شاهدتوا طريقة الاستعمال غنعاودها امامكم. عندنا شوية ديال الماء، تقدر تكون حتى الكاس، تيقرب يعمر هكذا، دير فيه قدر ديال ملعقة صغيرة هكذا، بسم الله، قبل بنصف ساعة، بسم الله. على حسابي توقع عليه النتيجة. المشروط علينا هو كنعطيوك الجودة، كنعطيوك الكاليتي، كنعطيوك أحسن ما كاين في الخل ديال التين الشوكي. الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الوزن الزايد السمنة المفرطة ما ترددش، هذا راه بدون مجهود بدون تعب بدون رياضة كتلقى النتيجة. ماشي معنى هذا كنقول لك ما ديرش الرياضة مزيانة على العموم للجسم كامل، مزيانة للسفل الدورة الدموية، ولكن اللي عنده المشكل ديال زيادة الوزن راه هذا كيبقى أفضل حل. خل التين الشوكي راه مجرب فعال بالالاف ديال الناس، وراه عندي فيديوهات قدام ديال خل التين الشوكي لسنوات، ولكن عاودنا جددنا عاوتاني كذلك الاعلان ديالو. خل التين الشوكي ما نحتاج نشكروا لكم، راه شاكر راسو. وزمن العلم هذا زمن الانترنت، قراو على هذا المنتوج هذا وعرفوا الفوائد ديالو، واللي بغاه مرحبا به. المقر في مدينه الدار البيضاء، اللي بغى يجي للمحل مرحبا، وكاين الارسال لجميع المدن، وكاين ليفريزو كذلك في مدينه الدار البيضاء الكبرى. كاين ليفريزو كتوصلك الامانه ديالك في نفس النهار في كازا والنواحي. والناس اللي بعاد راه كاين الوسائل ديال الارسال، واللي بغى يجي للمحل مرحبا به. وكيف كتعرفوا الاخوان الكرام راه كاين بزاف ديال الانواع ديال الخل، ولكن بحكم التجربه والخبره في الميدان كيبقى خل التين الشوكي هو الافضل بالنسبه للمشكل ديال زياده الوزن، بالنسبه للمشكل ديال السمنه المفرطه، بالنسبه للانسان اللي عنده الكرش. كاين خل التفاح، هذا خل التفاح حتى هو من الفوائد ديالو مفيد للناس اللي عندهم السمنه المفرطه، مفيد للناس اللي عندهم الغاز في البطن، الناس اللي عندهم الانتفاخ ديال البطن، الناس اللي عندهم سوء الهضم. ولكن كيبقى خل التين الشوكي افضل من خل التفاح وافضل من جميع انواع الخل، وكيبقى الحل الافضل والامثل للتخلص من الوزن الزائد. وكيف قلنا دائما بحثوا على هذه المعلومه، راه صحيحه 100%، وهذا العلاج راه مجرب بالالاف ديال الناس، ماده طبيعيه فعاله للكبار والصغار، نساء ورجال. ما بقى لي الا نودعكم،
فقبل الختام دائما لا أنسى الصلاة والسلام على مصباح الظلام ورسول الله المالك العلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.